أنا بنية من أهل الكوت. كنت أدرس ببغداد أقسام داخلية وبجامعة أهلية. مصاريفي بدت تكثر، صارت هواية علي والعيشة بدت تصير صعبة. دورت على شغل. وياي كانت بنية اسمها دينا بالجامعة، قسم إدارة أعمال. كانت عندها سيارة ناصية كورية وبيتهم بالكرادة. طلعت وياها كم مرة بكافيهات المنصور، وبهذاك الوقت عرفتني على بنية شوية ضخمة طويلة اسمها عسل القيسي، على أساس إعلامية، وعبالي ممكن تشوف لي شغلة وتساعدني. طبعا عسل قامت تلتقي بينا وبدت تاخذنا طبات طلعات صارت بيناتنا، وشوية شوية عودتنا على الشرب، والشرب طبعا جر كريستال. وراها بفترة عرفتني على ضابط. هذا الضابط اسمه علي الحكيم، عنده تاهة سودة على أساس ممكن يساعدني. شوية شوية صارت طبعا بيناتنا علاقة، وطلع الأخ يدور بس فراش. النوم قامت تاخذني وياها المكانات، تعرفني على أشخاص وتتركني يمهم بحجة شوية وترجع لي. أني هم الله طيح حظي استسهلت السالفة وصارت بعد بيدي فلوس، استمريت وياها. قامت عسل كل يوم تاخذني يم ناس وقعدات، اللي منهم ضباط معرف بالداخلية لو بالأمن، ومرات موظفين بالمحاكم، وطبعا عندها شلة محامين كلهم نغولة قواويل فساد وشاذين. النوب طلعت عندها مجموعة بنات هي ودينا وكم وحدة ثانية وياهم يشتغلن يوقعن ضباط وشخصيات بالدولة، وطلعت تسوي وياهم صفقات، يعني بين قوسين تقط بيهم دفاتر، واحنا البنات اللي تاخذنا تقود علينا وياهم. وهي هاي عسل طلعت بلوى كارثة، مشغلة مجموعة شباب يسووا لها دليفري، يوصلوا لها من هاي الشركات اللي تاكسي كريم وغيرها، يوصلوا لها بضاعة مال كريستال حسب المناطق، حسب الطلبية اللي تجيها. حتى خطية مرة من المرات اللزم عندهم واحد اسمه علاء شاب، خطية كان يوصل طلبية بسيارته، دزت عليه واحد من المحامين القواوي مالتها بالتوقيف، بدال ما يطلعه يساعده هدده إذا يجيب سيرتها بالتحقيق. واني أعرف اللي يسمعوني راح يقولون شنو الدليل اللي عندك، شنو الإثبات، تعالي اثبتي. هو بس خلي الأمن الوطني لو يسوي عليهم كبسة، وعلى القواد مالتها العارسز الساقط أبو سيف، وخلي يطلعون الرامات مال تليفوناتهم اللي أرقامها كورك، ويشوفون الاتصالات بينها وبين هواية ضباط وغيرهم. خلي يشوفون البلاوي مال شغلات البنات اللي يتاجرون بيهن وبالكريستال. خلي يشوفون الرسائل مالتها وهي شلة المحامين اللي منهم المحامي النغل محمد الساعدي، والقواد المحامي أنور الجابري، والمنيوك هذا المحامي أبو عبد الله الجبوري كامل، وهذا أبو الفروخ الساقط المحامي حيدر القيسي. وشنو سالفة الوكالات المزورة مال العقارات، وشلون يخلصون شغلات السمسرة والقوادة مالتها، وشلون ينسقون إلها ويا ضباط وغيرهم. وهم هذول كلهم عبارة عن شلة مال مناويج، حتى ما ينامون ويا البنات، ينامون وياهن حتى البنات هي تلعب بيهم من ورا، كلهم فروخ فرخشية. وخلي الأمن الوطني يشيكون ليش بين فترة وفترة هي والقواد مالتها أبو سيف يروحون بالسكتة للشمال بأربيل ويا من يتعاملون هناك، وبخصوص البنات اللي يودوهن هناك شنو موضوعهن، ويسألوهم بمن يلتقون، وين يروحون للفلوجة،
وليش تاخذهم سيارة مال واحد من الضباط حتى يعبرهم السيطرات؟ ايش دا يعبرون؟ واكو هواية كلش هواية فضايح عليهم وعلى اللي وياهم، بس اخاف على البنات اللي هسه تحت سيطرتها. خاف تقولون ليش ما تشتكين؟ اي عيني، وين اقدر اشتكي يعني؟ وهي مسويت لها عصابة مال ضباط ومحامين، وطبعا ما اقدر اني اطلع وجهي، اخاف على وضعي هنا بتركيا. بس هسه هي راح تعرف اني منو وراح تموت شلون قدرت اتخلص منها واطلع واطلع جواز واسافر. الله لا يوفقها ان شاء الله، هي واللي وياها دمرت حياتي وحياة بنات كلش هواية.